هذا الرجل دائما يسمع عن تحايل بعض تجار المسابح والأحجار الكريمة، وكيف تباع أشياء عادية على أنها نادرة وثمينة، لأن المشتري لا يملك المعرفة الكافية للتمييز. فقرر أن يختبر الأمر بنفسه، ولكن بطريقته الخاصة. فأخذ يغسل الحجر جيدا ويمسحه وينظفه، وبعد ذلك ذهب إلى أحد محلات المسابيح والأحجار الكريمة. معلم السلام عليكم، هاي الحجر بدي ابيعها. طبعا انا جدي هي قايت لي اياها من فتره اكثر من 20 سنه. هي تضرب على الضوء، قالوا لي العالم انه نيزك نزل من القمر. ممكن بس تتاكد لي منها اخي؟ نيزك نعم نزل من القمر. بس شوف لنا اياها معلش، شو بدي اعذبك معي. الله يسلمك. بتشوف انا جربتها قبل هالمره. بالشف يا معلم، بالشف. بدي ابيعها، انا لازمني شويه مصرات، بدي انزل على سوريا. قديش الجرام؟ هي سعرك يا عمي، سعرك. انا ما بدي مصرات، باخذ فيها مسابح. اعطيني كم مسكعة؟ يا معلم باخذ فيها الدستة. بس الدستين؟ نعم. قليل. حاج انا بتكفي. تمام حجي. تمام ابو. اعطينا كيس بس من بعد اذنك، الله يرزقك. بس لا تروح لانه ذكرى من جدي، وابوي اذا شافه ترى والله ما بسامحني لانه باتت. الله يسلمك، اعطينا كيس خالي. الله يسلمك يا حجي. ماشي، الله يعطيك العافيه.